السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. عاملين إيه؟ أنا عبد الرحمن، بينادوني بعبد. كانت حياتنا هادية والأيام ماشية عادي، لسه مخلصين امتحانات بقى وكده يعني. أنا وحسام صحاب من زمان، صحاب قوي، ساكنين في نفس المنطقة بس مش جنب بعض. يعني هو زي أنا ساكن بعديه بمسافة صغيرة. كنت ساعات أنا بجيله وساعات هو بيجيلي، يعني نبات مع بعض، نقضي أغلب الأوقات مع بعض. بس ما كناش عاملين حساب اللي هيحصل لنا واللي هيشقلب حياتنا. قصتنا بتبدأ بعبد الرحمن وحسام وهما في الكورس، بيخلصوا الكورس وبياخدوا بعضهم ويروحوا على طول. وفي الطريق وهما مروحين حسام بيروح الأول وبعدها عبد الرحمن بيروح بعديه، يعني المسافة بعد إيه حسام بحبة صغيرة كده إيه يكون بيت عنده. بس في يوم من الأيام وهم مروحين ما يروحوش عادي زي كل مرة، لأ، يقفوا شوية في مدخل عمارة حسام. يعني على طول كانوا بيقفوا يتكلموا عند المركز اللي بياخدوا فيه الكورس، على الشارع من بره مثلا كده. لكن فكرة إنهم يقفوا يتكلموا في مدخل عمارة حسام دي كانت جديدة شوية. تعالوا بقى واحدة واحدة كده أعرفكم نظام مدخل عمارة حسام دي عشان تبقوا فاهمين الأجواء معايا. انتوا مجرد ما تفتحوا باب الحديد وتخشوا قدامكوا سلم كده عبارة عن أربع درجات يعني، تمام. وفي وشكوا ناحية الشمال شوية باب قديم ومقفول بقفل، باين عليه إنه بقاله سنين مقفول كده. والناحية التانية في اللي هو سلم عند العمارة اللي بيطلعك على الأدوار، ومكان الأسانسير فاضي يعني مش متركب أسانسير. ولو بصيت فوق شوية كده هتلاقي اللي هو عارفين الشبابيك اللي بتطل على المنور في العماير والكلام ده، هو بقى النظام ده عندي في العمارة عندي. احنا واقفين بنتكلم او بمعنى صح هو واقف بيتكلم معايا وانا مش مركز معاه خالص. انا كل تركيزي على الباب القديم اللي مقفول بقفل. انا كل تركيزي عليه، معرفش ليه انا حاسس ان في حاجه غريبه من ناحيته. طول ما هو قاعد بيتكلم معايا انا قاعد مركز على الباب ده، لغايه مع الوقت حسيت ان في حاجه جوه، في صوت حاجه بتفرق جوه. حتى سمعت صوت تخبيط بس كان صوت واطي ما كانش باين قوي عشان انا كنت مركز فسمعته. لغايه ما جيت وسالته، بقولك يا حصه هو ايه الباب ده؟ ايه ده؟ يعني بص انا بكلمك في ايه وانت مركز في ايه؟ ده باب اوضه البواب يا عم. طيب ويا ليه مقفوله؟ وانا ايش عرفني انا؟ طيب ماشي خلاص كمل، كنت بتقول ايه؟ يا عم كنت بقول ولسه بنكمل كلامنا سمعنا صوت تخبيط على الباب ده، والصوت ده كان باين قوي المره دي لدرجه انا وحسام المره دي سمعناه. سمعت صوت التخبيط ده. ايوه هو ايه بقى ده يعني؟ هو في ايه يا اسطى؟ هو في حد جوه؟ يا ابني وانا ايش عرفني وقلت لك ما اعرفش. المهم كملنا كلامنا عادي وقلنا يمكن يبقى بيتهيأ لنا. قعدنا حوالي 10 دقايق كده، كل ما نتكلم صوت التخبيط يزيد، كل مرة يزيد عن اللي قبلها أكتر، لغاية ما خلاص تحس إن الباب كان هيتكسر واللي جوه هيطلع بقى يجي يكلمنا وش لوش. المهم عادي أهو موقف وعدى، وأنا خدت بعضي وروحت وهو خد بعضه وطلع. وتفصيلة كده صغيرة، إحنا كان عندنا كرسي تاني في اليوم اللي بعديه، كان ساعتها كان يوم حد وكان علينا كرسي تاني يوم الاتنين، فإحنا هنتقابل تاني بكرة. اتقابلنا وخلصنا الكورس كالعادة، ورحنا برضو وقفنا في مدخل عمارة حسام تاني، بس المرة دي يا ريتنا ما كنا وقفنا. واحنا واقفين هو كان قاعد على السلم ومدي ظهره مش المدخل، يعني احنا عندنا باب الحديد، فزي ما قلت لكم كان في سلم عبارة عن 4 درجات كده، هو كان قاعد على السلم ده، يعني هو مدي ظهره للباب القديم ده وللسلم نفسه بتاع العمارة وللشباك الحديد اللي قلت لكم عليه اللي بيطلع على الميه، يعني هو مدي ظهره كل الكلام ده، فاهمني؟ كان قاعد بيقلب على التليفون، راح سألني سؤال. بقول لك يا عبدو، هو في سؤال كده انا وانا بقلب على التيك توك لقيته، احنا مخلصين امتحانات ايوه انا عارف، بس هو ساعة يعني قعد يتنطط في دماغي كده. بص يا سيدي دلوقتي ده مثلث اهو،
المفروض مثلث ليه راس وليه قاعدة، فين بقى الراس وفين القاعدة؟ يعني مثلا دي راس صح؟ فوانا واقف هو بسمعه، عيني اترمت على الشباك الحديد اللي هو بيطل على المنور. ببص انا لقيت بني ادم عيل صغير او راس متشعلقه في الحديد معرفش. المهم ان هي راس بصلنا يعني، وعيون بتنور يعني. انا فضلت يعني باصص للمنظر كده ومبرق ومخضوض. ايه إيه ده؟ دي راس. يعني متأكد ان دي راس؟ طب جت ازاي بقى؟ يا اسطى دي راس. يا عم ماشي، انا عرفت ان هي راس خلاص، جت ازاي بقى؟ اشرح لي يعني بقى. جت ازاي؟ هي ايه اللي جت ازاي؟ يخرب بيتك، بقول لك دي راس. بص يا اسطى دي راس. هو بيشوف المنظر من هنا في ثانية إلا ثانية. كنا على الشارع بره، ما كملناش، احنا شفنا المنظر في ثانية إلا ثانية، كنا على الشارع بره. قعدنا على الشارع بره كده حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع. تمام. وهو خد بعضه وطلع، معرفش بقى اتصرف ازاي يعني. المهم ان انا خدت بعضي وروحت. هو حتى لو كان عايز مني ما كنتش رجعت. انا خدت بعضي طيارة على البيت. قعدنا كام يوم كده، يومين ثلاثة تقريبا مش فاكر. وكان برضه علينا كورس مع بعض فيه برضه. المهم خلصنا، كنا واقفين على الشارع من بره كده، فإن هو نفس المكان اللي كنا فيه في المرة اللي فاتت، بعد ما شفنا المنظر ده واتخضينا وجرينا. المهم واحنا واقفين، انا مش ناسي اللي حصل المرة اللي فاتت، لسه قلبي مقبوض منه. هو فرح حاجة قايل لي: ايه، هتقف شوية ولا هتمشي ولا ايه؟ ايه انا ما انا إيه ما لا، ما لازم اروح، لازم عشان ما فيش حد في البيت، مفيش حد في البيت. امال امك واخواتك فين يا ابني؟ في البيت؟ إيه لا، مش في البيت اللي هو البيت اللي هو، أو ما كده فاهمني. انت مش عايز تيجي معايا يا عبدو صح؟ بصراحة كده كنت قابلك يا اسطى بقى، بالنسبة لي بيت ملبوس خلاص. انا ما مش هعتبه تاني، سكة ودغري خلاص، يبقى تروح وانا اروح ونتقابل بإذن الله. لا. نشوف يعني نتقابل امتى. يلا، عايز حاجة؟ سلام. يا عم تعالى بس، انت رايح فين دلوقتي؟ تعالى بس الله، عايز احكي لك موضوع. اتفضل. انا واقف اهو، احكي انا سامعك، اتكلم. لا، ما هو خليه هناك معلش. لا، مش رايح هناك يا حسام. يلا انجز احكي اهو، هنخلص انجز، انا سامعك اهو، قول. يا عم خليه هناك يسمع مني عشان خاطر نقف هناك، بس عايز اقول لك حاجه. يا لهوي، طب ربنا ما بتحرك من مكاني يا حسام. يلا اهو اتكلم بقى، انا سامعك ولا اروح؟ طيب ماشي. احنا كنا عايزين يعني نخش نستكشف الباب ده، نشوف اللي جوه. ايوه، كنت عايز إيه بقى؟ والله ما انا قلت اهو. قلت، لا قلت انا كده معلش. يا اسطى عايزين نخش نستكشف الباب ده ونشوف اللي جوه. انا بتزاول على طول ما انا نازل وانا طالع بسمع اصوات غريبه مرعباني يا اسطى. بقول لك يا حسام، انت بقالك قد ايه ساكن هنا؟ يا اسطى، ايه ده؟ بقالي كتير قوي، حوالي اللي هو من ساعة ما اتولدت تقريبا. ايوه، من ساعة ما اتولدت انا ساكن هنا. ايوه ساكن من ساعة ما اتولدت. تمام. وجاي تسمع الاصوات دي دلوقتي صح؟ لا يا عم، انا سامعها من زمان، طول ما انا طالع وانا نازل سامع الاصوات دي مزولاني ورعباني قوي. وجاي تاخد بالك منها دلوقتي صح؟ انا بقى عبد الرحمن، ما تنجز يا عبدو بقى، انت ليك خايف كده، جامد قلبك يلا كده وتعالى معايا في ايه؟ ده انا برضه اللي جامد قلبي صح؟ ايوه على فكره انا مجمد قلبي، انت اللي خايف. فجاه واحنا واقفين بنتكلم، صوت تليفون حسام بيرن. ايه مين؟ الو فين؟ ايه بيحصل؟ ما تخافش يا ابو قلب جامد، ده التليفون بيرن. قلبي اتهوى. يخرب بيتك، مين اللي بيرن؟ يا لهوي، ده امي. الو. ايوه انا جاي اهو. انا لا لا كويس، تلاقيش انا بخير. طب نزلي لي المفاتيح. نسيتها وانا نازل. طيب ماشي، سلام. اف لا اف لا. يلا بقى بقول جامد، عايز حاجة؟ يلا سلام يا حبيبي. ولسه بسلم على الواد حسام وماشي، الاقي طفل فراح ماسك فيا. مين ده وعايز ايه؟ معرفش. لقيته بيطلب مني قلم. عايز مني قلم. رحت منزل الشنطة، واخد طلع منها القلم واديتهوله. وقفت كده، قعدت اللي انا بدردش مع حسام شوية لغاية ما يخلص اللي بيكتبه. مرة واحدة يا جماعة لقيته فرح ماسكني زقني، أنا في ثانية لثانية لقيت نفسي بطير ما شاء الله، وهو خد الشنطة وطار. لسه حتى حسام جاي بيمسكه، فرح ما خربش جامد في إيده وجري.
يا ابن الحراميه انت عايز ايه ده؟ خدنا بعض على طول جارينا وراه. احنا نجري وهو يجري، احنا نجري وهو يجري، هو سريع قوي واحنا مفلقين وراه. طب يعني اصل عايز الشنطه، يعني هو هياخدها بيجري بيها ليه؟ فاهمني؟ وهو بيجري بقى، يعني هو بيجري اهو في الشارع طوالي، فاخره من ناحيه الشمال جاي عربيه. فاهمني كده؟ يعني دلوقتي هو بيجري اهو دغري واحنا جاريين وراه، وهو بيجري خلاص هو مقرب على نهايه الشارع، ومن ناحيه شماله جاي عربيه. هو طلع على الشارع من هنا، العربيه راحت دايساه من هنا.